سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. اليوم جيتكم بهاد لا غوسيت نتاع السابلي. ما كاينش اللي ما تحبش السابلي. بواحد لاباط هشوشه وبنينه تذوب في الفم. نبدا على بركه الله مع الوصفه. هنا عندي ربع زبده 250 غرام مع رشه ملح، تكون بدرجه حراره المطبخ يعني الغرفه، ما تكونش جبتوها من الفريجيدير. هنا عندي كاس غير ربع سكر ناعم. راح ندخل السكر في الزبده جيدا بسباتول، تقدروا ديروا بالباتور. هنا حطيت رشه فاني، من بعد زدت هنا 2 صفار بيض، ونكمل الخلط. هنا كي تعود الزبده يعني طاريه راح تسهل عليكم العمليه. ومن بعد راح نضيف الزيت النباتي. هنا راح نحط 6 ملاعق كبار. نكمل الخلط. هنا ضفت باتاغوم فاني، منكه الفانيليا. هنا راح يعطيني مذاق ولون رائع. ومن بعد راح نضيف الفارينه البنات. هنا دائما نقول لكم ما نقدرش نحدد لكم لانه كل وحده ونوع الفارينه تاعها. حطيت 2 ملاعق صغار خميره كيميائيه. وراح نكمل نطم بالفارينه. هنا راح نستخدم اليد باش نعرف القوام اللي حايبه نوصل ليه. نخلي العجينه تاعي طاريه، ما نيبسهاش باش ما يجينيش قاسي. من بعد خليتها ترتاح شويه لو طوني. هنا غسلت الاواني ورجعت لكم مع هاد الطوابع الزوج. عندي قلب وعندي اوفال. يعني انا كنت حطيت لكم من قبل وصفه السابلي، ولكن هنا غيرت فيها شويه. ريحان طرح. ما تنسوش تحطوا الكيس البلاستيكي باش ما يلصق لكمش في الحلال. بعد ما فضيت شوفوا كيفاش نسويها بهذه الطريقه باش تجيني على مستوى واحد. هادو الطوابع بخاتيك بزاف، يسهلوا عليا العمليه والحساب. الا ما قدرتوش تطبعوا بهذا الطابع غطسوه في الفرينه وعاودوا جبدوه باش ما يلصق لكمش لانه راه شويه يعذب. ومن بعد دخلتهم يطيبوا. هنايا كانت قص لي الفيديو. بعد ما خرجتهم خليتهم بردوا ورشيت فوقهم سكر غلاس هذوك المثقوبين، والجهه الاخرى حطيت فيها المربى باش نلصق.
ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك والجيم وتفعيل الجرس البنات، يعني فضلا وليس امرا. وبعد ما كملت هنا راح نملأ هاد لي ترو بالمربى. عذرا على الاصوات يعني راهي تجي من الخارج. وهذا الشكل الثاني القلب، نفس الطريقة خدمتها مع لوفال. وهنا كنا كملنا مع الوصفة تاع اليوم. نتمنى عجبكم الفيديو، عجبتكم الوصفة، ونتمنى تجربوها وتخليوا لي تعليقاتكم كالعادة في الفيسبوك او في اليوتيوب. دمتم في رعاية الله وحفظه.